احنا بنعتذر البث الهواء شديد وكل شويه بيفصل يعني. فالجزء ده انا هسجله وهنزله. انا بس عايزه اعرف المستشفى دي من وراها بس. على فكره احنا ما قلناش تقرير العلاج الحر بالكامل، وما قلناش يعني المذكره بالكامل كبيره جدا. التقرير 18 ورقه. شوف حضرتك لما مستشفى بيتكتب فيها تقرير 18 ورقة مخالفات وحاجات منتهية، وقانون وزارة الصحة بيقول ان في مرور سنوي. طب هو انتوا كنتوا مستنيين لما ادم ابني يموت عشان تنزلوا؟ احنا رحنا اشتكينا، لقينا ناس اشتكت ولقينا المستشفى، احنا فعليا رحنا لقينا طالع ليها قرار بالغلق. مش احنا ممكن ساعدنا في تنفيذه. عايزه اعرف مين ورا المستشفى دي ومخبيين ايه وراها. مين ورا مستشفى دار الإسراء بالوراق؟ مين ورا مستشفى دار الإسراء بالوراق؟ المستشفى دي عشان تقوم بالتحدي ده للدولة، وبالتحدي ده للعلاج الحر، بالتحدي ده للوزارة، ويقف يقول ده. خلي بالكم احنا ما اتكلمناش في القضية 2982، احنا بنتكلم في القضية 1723. ما اتكلمناش في 2982، بنتكلم في 1723. 2982 تعدي على لجان او لجنة نازلة من الوزارة نفسها، اللي هم ليهم اصلا صفة الضبطية القضائية، اللي هم مفتشين. يتم التعدي عليهم وتحرير محضر ويمنعوهم من اداء عملهم. والقضية بقدرة قادر بعد ما تروح محكمة الجنايات ويصدر ليها قرار بالإحالة ترجع تاني وتنزل جنحة وتنتهي بغرامة 200 جنيه. ايه رأيكم؟ مين ورا مستشفى دار الإسراء بالوراق؟ يا جماعة احنا لازم نعرف مين اللي وراها. ده كيان موجود. لو دخلتم على التعليقات اللي عندي على الصفحة، وانا طبعا اخدت منها كلها سكرينات وبتواصل مع الناس، يعني كمية الحاجات اللي بيقولوها فيها، ازاي دي موجودة؟ ازاي؟ انا مش عارفة ازاي ده موجود في وسطينا وفي وسط مجتمعنا وفي وسط عيالنا. مين وراها؟ احنا لازم نعرف، وحد يطلع يقول لنا مين ورا مستشفى دار الإسراء بالوراق. احنا بقى عايزين نعرف. وما تقوليش مفيش حد وراها. لا، لا العقل ولا المنطق يقول ان مفيش حد وراها. هو طبعا امبارح كان في النيابة، ما يعرفش ان احنا كنا موجودين احنا كمان. بنتسأل في سرقة الملف الطبي بتاع آدم. هنشوف راح فين. احنا قدمنا وهم قدموا، واللجنة بتقولك الورق مش موجود. هنشوف. مش موضوعنا، وانا مش هفتح موضوع آدم النهارده. انا الجزء ده تحديدا بسأل سؤال وعايزة إجابة عليه. مين ورا مستشفى دار الإسراء بالوراق وإيه وراها؟ أنا عندي بلاغ بتاع أحمد علي عيد، ده هنتكلم فيه كده لوحده، حوار تاني خالص. هنتكلم في إسراء نصر الدين، برضه حوار تاني خالص. محمود قاسم، حوار تاني خالص. عندي بقى محمد حداد، وعندي الزهاوي، وعندي مش عارف مين. مش احنا بس، ولكن احنا اللي لسه لحد دلوقتي مكملين
وهنكمل لحد ما نعرف مين ورا مستشفى دار الإسراء بالوراق. بالمناسبة حد من الزملاء امبارح بحترمه وبقدره قوي بجد، بيقول لي يا أستاذة فاطمة كفاية ونخلص الدور ده. أنا ما عنديش مشكلة، بس هيخلص على أي أساس؟ هتدوني حق ابني بقى ازاي؟ هتتنازلوا عن الحكم ب 114؟ لا يا باشا ادفعهم لك، انا مشكلتي مش فلوس. بالمناسبه المحضر 2147 احنا لسه ما اتكلمناش عنه، وده فيه مفاجاه حلوه قوي 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 قوي. انا عاوزه حق ادم، عايزه اعرف المستشفى دي مين وراها. احنا في الاول خدنا كميه تهديدات ومن ناصر، على فكره ناصر مكرم فنجري الفقيه ده، معرفش فقيه في ايه بس ماشي، يعني كل واحد بيسمي نفسه زي ما هو عايز. ومراته مش هتقدروا تعملوا، مش هتقدروا تسووا، ده هيعملوا ده هيسووا. هم مش ربنا، هم مش فوق القانون. حتى لو في طرق مايله شويه ومعوجه، لكن في الاخر الحق هينتصر. ربنا اسمه الحق، واحنا ما طلعناش من تحت سماه. مين ورا المستشفى يا جماعه؟ فكروا شويه. مين ورا المستشفى دي؟ كم واحد متضرر في الوراق؟ لو سابوا الوراق تكتب والجروبات تنزل، اقسم بالله هتشوفوا بلاوي. لكن تهديدات 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 بالتشهير، تهديدات هنعمل لكم قضايا، والناس بتدور على اكل عيشها. الدنيا غلا، اللي شايل بيته النهارده بقى بطل فعليا. اللي عنده ميت يقول لك خلاص هو مش هيطلع من تربته، لكن دي حقوق لازم ترجع لاصحابها. لو سابوا الناس تكتب هتشوفوا بلاوي وهتسمعوا انجازات. لسه واحده اسمها تيسير منزله على جروب مباشر مدينه الوراق بوست زي الزفت، زي الزفت، وهم يقولوا احنا لا. طب دي بقى لسه واحده بتقول لك عشان يدخلوها زياره ب50 جنيه. البوست موجود، يخلوا البيبي حد يشوفه 50 جنيه وما عندهمش خدمات وبيحاسبونا اسعار استثماريه وعاملين ومسويين. طب فين؟ تقول لك حتى المرتبه متهتكه، ده كاتبه كده على فكره بالنص، انا كنت نزلته وهنزله لكم تاني. على فكره الجروبات ما بترضاش تنشر لينا، وفي جروبين معينين بالذات زي صدى نيوز والتاني اللي هو بتاع مصطفى شلش تقريبا، يعني يرضوش ينزلوا حاجه تخص المستشفى. عارفين ليه؟ عشان بيقبضوا منهم محمود سلمان ومصطفى شلش. وعلى فكره كان في تواصل مننا لهم شخصيا، قالوا اصل بيدفعوا واحنا بنروح نسجل. طب حضرتك وانت بتسجل سجل الطرفين. ومنهم سمر ونور كمان. سمر ونور لما نزلوا في الاول فيديو واشتغلوا عليه وتواصلت معاهم اسراء، كلموني مش فاكره مين فيهم اللي كلمتني وقالت لي نقعد. قلت لها انا ما بقعدش مع حد، بس زي ما تنزلي هنا تنزلي هنا. المفروض ان انتوا جروب اعلامي، والمفروض ان انتوا معمولين لخدمه الناس في الوراق، وجروب بنات، يعني المستشفى فيها عياده نساء، فشوفوا واشرحوا للناس الحقائق، والناس هي صاحبه القرار. لكن لا، بيقبضوا منين؟ انا ما بدفعش لحد جنيه ومش هدفع. انا الجنيه اللي ادفعه صدقه على روح ابني، مش هدفعه عشان اثبت له حق، لا دعايه وهميه ولا شيء مش مظبوط. مين ورا مستشفى دار الإسراء بالوراق؟ فكروا لما يبقى عنده الجرأة يقف يهدد دكاترة العلاج الحر، ويبقى عنده الجرأة ان يجيب سيرة معاون مباحث في ادعاءات كاذبة، ويتكلم في تزوير ويجيب سيرة قضاة او قاضي مصري، والقضاء المصري معروف بنزاهته وشموخه. ده احنا لما صدر علينا حكم قلنا وما الحكم الا لله. الظروف خدماه، الظروف خدماه ان انا اعيا وياخد الحكم ده. مين ورا عبد الرحمن حرب عشان قضية آدم ترجع مرة واثنين وثلاثة؟ مين ورا عبد الرحمن حرب عشان التقرير يتغير؟ مين ورا عبد الرحمن حرب علشان تتزيف الحقائق؟ مين وراه؟ فكروا وردوا علينا في التعليقات. وانا كل يوم هفضل اقول عايزه حق ادم لاخر نفس في عمري، حتى لو اتحبست بشرف.